تقوم تقول لي يا ابن الشرموطة أمة تخطت أو قاربت ال2 مليار يا ابن دين الكلب لو كانوا من الكافرين، مش قد أمريكا وإسرائيل. الله يلعن دين أمك، على دين أم قادة العرب الكفر الملحدين، على دين أم أمريكا، على دين أم إسرائيل، على دين أم ألمانيا، على دين أم إنجلترا، على إيطاليا، على صربيا، على فرنسا، على دين أم أي ابن دين كلب يمنع عن المقاومة شرف المقاومة يا ابن العاهرة الداعرة لو كانوا من الكافرين. بهجت دي آخر مرة حرفعك، افتح المايك. طب أنا عندي صوت كده؟ للأسف عندك صوت، تفضل. منورين. إن الأعراب لأشد كفرا ونفاق. عايزين نبطل نفاق ونحول الهزيمة انتصار، والراجل الإرهابي اللي هو ودى شعبه للدمار يعمله بطل. عم باجت طيب لحظة يا أستاذ، يا سعادة الباشا، يا سعادة البيه، مين هو الإرهابي اللي ودى شعبه للدمار؟ إسماعيل هنية. هنية ودى شعبه، اتفق مع إيران يا ابن المتناكة الأول نناقض يده مبرر. يا ابن الشرموطة نخش بس سنة سنة كده. كيف أرسل هنية شعبه إلى الدمار؟ اتفضل. بالتعامل مع إيران، وإيران بالتعامل مع روسيا بتنفذ مخطط روسيا وأمريكا ولعبوا كبار ودى شعبه للهوية. من دفع هنية، اسمع يلا، من دفع هنية بالتعامل مع إيران؟ أمي، أمك شخشيخة في إيديهم. نعم شخشيخة يا ابن الشرموطة. بسألك سؤال، ما دفع وما هي الأسباب التي جعلت من هنية والمقاومة في غزة تلجأ إلى إيران؟ إيش الشخشيخة والميخة دي يا ابن الأحبة؟ ما ترد رد عدل. اتفضل يا أستاذ. يعني اللي ما يعرفش ياخد قرار ويودي شعبه في داهية يبقى شخصيخة. يا ابن المرة المتناكة يا معرف، يا ابن العاهرة الداعرة، انت قلت يا ابن الشرموطة بقى شخشيخة في إيران. سألتك يا ابن العاهرة الداعرة ما هي الأسباب التي دفعت هنية والمقاومة للجوء لإيران يا ابن المتناكة؟ اللي ودى شعبه، اللي عمل يا ابن المتناكة. أنا سألت واحد جه وقال لي أنت اسمك إيه يا ابن الشرموطة؟ اسمك ايه يا ابن الكلب؟ افتح المايك وقول اسمك. محمود عمبال. يا محمود، انت على طول بتشتمني. انا دلوقتي يا ابن الكلب يا واطي، احنا قفشناك متلبس والعيال بينكوك في الخراب. واحد بقول لك ايه اللي دفعك يا ابني تنام وتستخدم فتحة طيزك مبولة لكل من هب ودب وتف فيها وسب. واحد واقف كده وقال لي أراد أن يجعل من الخرابة وأهلها والمنطقة شخشيخة ومخميخة. يا ابن الأحبة، بتطلع أنت تقول لي يا عم بهجت في يوم من الأيام وفي ليلة حالكة الظلام خرج أبي من غرفة نومه بقضيبه ممتد إلى الأمان. فجأة شعرت بنفسي دون بكسر ولا أمان، وفي لحظات كبس قضيبه في خرم الصغير بالتمام والكمال. فبعد ألم مؤقت استمتعت بما صنع أبي بي، وبعد وفاته لجأت لكل ذكر صاحب عضو ليملأ الفراغ الذي تركه أبي قبل الرحيل أو بعد الرحيل. هذا سبب يا ابن المتناكة إن العيال بقى ينكوك. فأنا عاوزك تقول لي يا ابن العاهرة الداعرة ما هي الأسباب التي جعلت من المقاومة تلجأ إلى إيران؟ يلا جاوبنا يا كصمك. شفت أنا جبتها لك إياك تفهم بكصمك بقى. يلا يا ابن الوسخ. يا ريت ما حدش تاني يفتح المايك، بس بهجت افتح المايك يا بهجت. اتفضل يا ابن الشرموطة. طب والله رواية حلوة عن بهجت وانا اتفق معاك يا ابن المرة المتناكة يا معرس يا ابن الوسخة. ايه اللي دفع رحمة الله عليه الشهيد هنية والمقاومة الفلسطينية للجوء إلى إيران؟
قول لنا بقى يا فندم ايه الاسباب يا وانت بتفهم ما شاء الله، يا قص امك ابوك وسع لك خرمك كده وخلاك وسيع بتفهم. اتفضل. اتفضل يا استاذ. كام بقى؟ لانه ما كانش في ملجأ ليه غير كده. طب يا قص امك، طب انا بسأل سؤال. اسمع يا ابن المتناكه، اسمع. انت قلت لان مفيش ملجأ ليه غير كده، اذا الضرورة هي التي دفعت هنية للجوء إلى إيران والمقاومة، صح؟ رد يا خاوة. لو الضرورة دي يا ابن المتنكة، أنا بسألك يا ابن الشرموطة، أنت قلت عشان ما كانش عنده خيار آخر. أنا بسألك أهي الضرورة؟ قول لي ولا لا عشان نعرف نكمل الحوار. اتفضل. الضرورة أضر بشعبه، بس يا ابن المرة المتناكة، احنا لسه هنخش في دي بعدين. إذا كانت الضرورة ما حدش وقف معاه. حلو، ما حدش وقف معاه. حلو. لماذا لا تخرج الآن حلو بغرفة ولو حتى فيها حيوان ولا اتنين زي حضرتك كده، تدعو السيسي وجيش ولاد فوزية اللؤام ولاد المتناكة أم أخرام وبزاز بالتمام والكمال، إن هم يعينوا المقاومة ويقفوا معاها، هم والسعودية والإمارات وكل الدول العربية. هنا ستقطع المقاومة علاقتها التامة بإيران. إيه رأيك في الكلام ده؟ لا مش شوية، معلش، ميليشيات هتحرك جيوش وهتحرك الناس مش عاملة حسابها. طب أنا عندي فكرة يا ابن المتناك، معلش يعني مش هم والله برافو عليك يا قلب، مش شوية ميليشيات وبتاع دول يحركوا جيوش. لماذا لا تطلب من جيوش المنايك أم بزابيز وطياس أن يخططوا ويدبروا لتحرير الأراضي والمقدسات في فلسطين؟ السلام عليكم استاذ بهجت. اقفل لو سمحت. اتفضل يا استاذ. اخرج يلا. ايه رايك تخرج الى الجيوش العربيه وتسيبهم من المقاومه، هم اللي يروحوا يحرروا فلسطين؟ ايه رايك؟ اتفضل. بس مش لما الاوضاع تستقر يا عم بهجت. اي اوضاع يا ابن المره المتناكه؟ سوريا وهم بقالهم. اقفل يا ابن المره المتناكه يا شرموط، يا ابن المره المتبعبصه من بزازها قبل طيازها يا خول، يا ابن المرة ام 5 بزابيز، يا ابن الشرموطة يا معرف، يا ابن الكلب، يا ابن المتناكة. أكثر من 100 عام والصهاينة موجودين في فلسطين يا ابن المتناكة. أي استقرار بعد 100 عام يا ابن المتناكة يا معرف؟ وأي استقرار يا كسومك؟ خرجت المقاومة ب1000 أو 2000 رجل يا ابن العاهرة الداعرة، فعلت ما فعلت في إسرائيل، دكوا غزة يا ابن المتناكة يا معرس بذخيرة أكتر ما قذفوا ألمانيا كلها يا ابن المتنكة في الحرب العالمية الثانية، اللي مات فيها 70 مليون يا ابن الوسخة في العالم كله. وما زالت غزة عاصية على إسرائيل وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وصربيا على الأقل، ومعهم في القلب وفي المقدمة الإمارات والسعودية ومصر والأردن يا ابن العاهرة. اتفضل يا قص امك، جاوب يا ابن المتناك. اتفضل يا استاذ، افتح المايك. عم بهجت، التهور والاصوات اللي علينا ما بتسمعش انتصار يا عم بهجت. اتفضل يا ابن المتناك اهو. يا عم بهجت ماشي، خليك انت هادي يا قص امك وانتصر علينا بهدوءك الجم، لكن خاطب عقولنا مش أصبرنا، لأن الكلام اللي أنت بتقوله ما بيحركش فينا غير أعضائنا الذكرية، نحشرها في كسك وفي ولية أمك المتربية يا ابن المرة الشرموطة في بيوت الدعارة. اتفضل. اتفضل يا استاذ. المجلس القومي الامريكي قال لك ان امن اسرائيل من امننا، يعني هو اللي هيحارب اسرائيل هيحاربنا انا. انت بتحارب قوه عالميه كبيره، هل العرب قد الحرب دي؟ دول شويه صراصير. يا ابن المره المتناكه يا معرس يا ابن الشرموطه، يا عم بقى. لماذا لم تنتصر امريكا يا ابن المتناكه كما تتكلمون على غزه وهي يعني قريه بحجم قريه في مصر؟
لماذا لم تنتصر أمريكا يا ابن المتناكة بكل أسلحتها وأساطيلها هي وإسرائيل؟ أمريكا وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وصربيا يا ابن المتناكة والإمارات والسعودية والأردن، لماذا لم ينتصروا على غزة يا ابن العاهرة الداعرة؟ رد يا قصوم، ومعاهم المغرب كمان. رد يا قصومك، اتفضل. تفضل يا أستاذ. كل ده ما انتصروش، ده الشعب اتشرد وطلع دين امه والعالم ماتت جوع واتعمل فيهم الافاعيل. كل ده ما انتصروش. انا هسألك يا ابن دين الكلب يا معرس، يا ابن العاهرة الداعرة، يا ابن دين الكلب، دمر هتلر لينينجراد وكل المدن الروسية اللي دخلها يا ابن دين الكلب. هل انتصر هتلر في الحرب العالمية؟ كانت نهاية الحرب احتلال ألمانيا كافة وانتحار هتلر والقبض على كل المنايك اللي زي حضرتك كده تسببوا في الهولوكوست العالمي اللي راح ضحيته 70 مليون مواطن. من المنتصر يا ابن المرة المتناكة الذي دمر لينينجراد والمدن الروسية ودمر فرنسا والبولندا ولندن؟ لندن ما اتدمرت يا ابن دين الكلب في الحرب العالمية الثانية، بل تم احتلال فرنسا كاملة والسيطرة على العاصمة والموانئ وكل الأراضي الفرنسية. لكن خرجت فرنسا منتصرة في الحرب العالمية الثانية لأنها هي كانت من صفوف يعني الأعداء بتوع ألمانيا. فيا ابن المتناكة ليس معنى انهيار البيوت نصر المعتدي يا كسومك. ازاي يا ابن المرة المتناكة تعتبره نصر؟ ازاي يا ابن المرة المتناكة تعتبره نصر؟ رد يا ابن الشرموطة، عود إلى التاريخ يا ابن العاهرة الداعرة. لما تصنع سلاحك طب ما هي المقاومة بتصنع سلاحها يا كسومك. عارف البازوكا اللي بتخش في تيزك وتطلع كده من تيزي السيسي على كرسي سلمان وخرم ابن زايد كمان؟ ما هو ده سلاحهم يا ابن المتناكة. ما بالك لو استطاعوا أن يصنعوا البومب اللي بيعملوه في المصانع الحربية، الصواريخ التعبانة دي؟ ماذا سيصنعون في إسرائيل الكيان المحتل يا ابن المتناكة؟ ولولا حصار ولاد فوزية المنايك الشراميط ولاد دين الكلب الكفرة لو كانوا من الكافرين لتحررت فلسطين في ال10 سنين اللي فاتوا يا ابن المتناكة. ولولا الانقلاب العسكري كان زمان المقاومة دلوقتي عندها طائرات حديثة بدون طيار يا ابن المتناكة، وعندها ذخائر وأسلحة لم تراها العين قط يا ابن الشرموطة. هم قاعدين بمواسير المية يا ابن المتناكة وبالصواريخ والقذائف. اسمع يا ابن الشرموطة عليه الصلاة والسلام، اسمع يا ابن المتناكة اما اخلص كلامي يا خول. مقاومة بتحارب يا ابن المرة المتناكة الذخائر التي لم بالديناميت بالمادة المتفجرة في الذخائر والقذائف التي لم تنفجر لما ألقوها على غزة هم بيدمروها. الشهر العاشر يا ابن المتناكة وتقول لي انت مش قد امريكا؟ يعني غزة تبقى واقفة ولسه ما رقعتش يا ابن المتناكة، لا مية فيه ولا اكل فيه ولا شرب فيه ولا سلاح فيه، والابن جلدتهم بيعادوهم اكتر من اعدائهم والخونة يا اولاد المتناكة مالين غزة. تقوم تقول لي يا ابن الشرموطة أمة تخطت أو قاربت ل2 مليار يا ابن دين الكلب لو كانوا من الكافرين مش قد أمريكا وإسرائيل؟ الله يلعن دين أمك على دين أم قادة العرب الكفر الملحدين، على دين أم أمريكا، على دين أم إسرائيل، على دين أم ألمانيا، على دين أم إنجلترا، على إيطاليا، على صربيا، على فرنسا، على دين أم أي ابن دين كلب يمنع عن المقاومة شرف المقاومة يا ابن العاهرة الداعرة لو كانوا من الكافرين. قول ورايا كصمك، قول ورايا يا ابن المتناكة. الله حي وعمه وبهجت جاي في الأرض المزروعة هيحط في كرسي السيسي أحلاها زعزوعة. قول يا ابن المتناكة. وفي كرسي الضابط اللي مشغلك أي خدمة يا ابن المتناكة. هل لديك أقوال أخرى؟ تفضل يا أستاذ.
رد يا كس امك، هل لديك اقوال اخرى؟ يلا عشان ناخذ اللي بعدك، يلا تفضل. رد يا ابن الشرموطه، هل لديك اقوال اخرى؟ المايك مفتوح لك يا استاذ. يا ابن هو كاتم بس. ماشي، اخر حاجه اقولها يا عم بهجت، انت بنفسك قلت ان الجيوش بتاعتنا مش جيوش لانهم ممكن يعطلوا السيستم بتاعنا، لانهم هم اللي مدينا كل طب يا اسلحه كس الدفاع والكلام ده. امك بتشجعهم ليه؟ ان انت مش طب يا هتعرف ابن تعمل حاجة المتنكب، بس. يا ابن الوسخه. طب المقاومه اللي معاها سلاح ما حدش بيقدر يعطله ولو بازوكا حتى يا ابن المتناك، بدل ما تشجعها، بدل ما تهاجمها هي، روح هاجم الجيوش بنت دين الكلب اللي عملت فيك كده يا ابن الشرموطه يا معرس. جاي بتهاجم اللي بيدافع عن عزتك وكرامتك ومقدساتك، لو كنت من الكافرين، عن أرضك، عن سمعتك كعربي يا ابن الشرموطة يا معرس. ولا انت خدت من الحياة الدنيا دونيتها وصرت منكوحا مبولة بكل غاد في الصحراء. تمام، كل حاجه ليك يا استاذ عشان ناخذ اللي بعدك. يلا ماشي، ادعي ربنا بقى عم بهجت كده وبصلاة الجمعة قول اللهم انصرنا على اليهود المتناكين، فاهم؟ ونفضل أنا نهلل عاوز كده أسألك وتكبير سؤال، عاوز أسألك سؤال يا ابن يلا انتوا مش فاتحين الشرموطة، غير في كده. أنت من الملحدين؟ رد يا ابن الكلب، أنت من الملحدين؟ تفضل يا استاذ. ليه رب؟ أنت من الملحدين؟ لو مكانك الكلمات الجايه اللي اقولها اركز فيها قبل ما اقولها. تفضل يا استاذ. تفضل يا فندم. أنت من الملحدين؟ المايك مفتوح يا اخ، تفضل. مستني بيبعتوا له على الرسائل يقول إيه؟ يا عم أنت من الملحدين؟ لماذا؟ طيب ماشي اوكي، اتكلم يا راجل. تمام. أنت من لماذا لا الملحدين؟ يطعم الله اطفال يا دي يا ابن المرة المتناكة، سألتك سؤال جاوبني يا ابن الشرموطة. انت بترد بسؤال ليه؟ جاوبني، انت من الملحدين يا ابن المتناكة عشان اعرف اخاطبك ازاي وابدا معاك من الاول. اتفضل. مسلم بصحيح الاسلام، مش الاسلام اللي هو التواكل ويلا والله اكبر. بقى يا ابن المتناكة، بقى يا ابن العاهرة، بقى يا ابن الداعرة، بقى يا ابن المرم وخمس بزابيز يا شرموط يا خول يا ابن المتناكة. المقاومة متواكلة يا ابن دين الكلب. ده انت لسه يا ابن دين الكلب بتقول. انا اصدقك يا ابن المتناكة وانت بتتكلم على تهور المقاومة، ولا وانت بتتكلم على المتواكلين يا ابن العاهرة والشراميط المتنكين؟ تمام يا استاذ، احنا بس عايزين نخلص. زاد حلو. تكبير خلاص يلا يا كافر يا ابن دين الكلب، يلعن دين امك لو كانت من الكافرين. يلا يا ابن المتناك. شفتوا الكفار بيخشوا منين؟